هرمون لو مش متوازن بيعمل مشاكل كبيرة جدا، من ضمنها ادماننا وشراهتنا على الطعام. لو الاعراض دي عندكم انتوا لازم تعملوا دوبامين ديتوكس، وفقد تركيزك بسرعة، وعندك تشتت دايما، عندكش طاقة حتى ان انت تقعد تقرا صفحتين على بعضهم، تقلق كتير بالليل، عندك تقلبات مزاجية. ازاي نعمل الديتوكس ده خطوة بخطوة؟ بعد ما تعمل يوم الديتوكس ده وتطبق اللايف ستايل ده، شراهتك على الاكل هتقل جدا جدا، هتلاقي نفسك اهدى، القلق عندك هيقل جدا. هلو، ويلكم تو توكس ويز اسراء. انا عملت الماتشا بتاعتي وانتوا كمان اعملوا حاجه سخنه ويلا نتكلم شويه. هكلمكم النهارده عن هرمون لو مش متوازن بيعمل مشاكل كبيره جدا، من ضمنها ادماننا وشراهتنا على الطعام، وهو هرمون الدوبامين، او زي ما بيسموه هرمون السعاده. في تجربه اتعملت على الفئران بتثبت لنا ازاي هرمون الدوبامين ده مهم جدا. في التجربه دي خلوا جسم الفئران ما يفرزش دوبامين، ده خلاهم ان هم ما عندهمش رغبه في ان هم ياكلوا او يشربوا او يتكاثروا، وبعد كام يوم الفئران دي ماتت من العطش. الدوبامين هو اساس رغبتنا على ان احنا ناكل، نشرب، نتكاثر، نعمل اي حاجه في حياتنا. والحقيقه احنا عاداتنا كلها هي دوبامين دريفن فيدباك لوب، بمعنى ان انا بعمل حاجه معينه او بعمل سلوك معين فجسمي بيفرز دوبامين فبحس بالسعاده، فمخي يقول لي ايه ده، الله الحاجه دي بتدينا احساس بالسعاده، تعالى نعيدها تاني. بس عارفين بقى ايه الاخطر من الكلام ده؟ ان انا جسمي مش بس بيطلع دوبامين لما بيحس بالسعاده من الحاجه اللي بيعملها، لا ده كمان بيطلع دوبامين لما بيانتسيبيت او بيتوقع ان الحاجه اللي هعملها دي هتفرز دوبامين او هتحسسني بالسعاده. وده سبب ان احيانا توقعي للحاجه بيديني احساس بالسعاده اكتر بكتير من الحاجه نفسها. احنا مثلا معظم الوقت بنحس بالسعاده او المتعه اكتر واحنا قاعدين بنعمل اونلاين شوبينج عن لما الاوردر بيجي ونستلمه. وبرضو افتكر ايام لما بتبقى راجع من الشغل تعبان وعمال تفكر ان انت في حته كيكه مثلا شايلها في التلاجة، او في حته بيتزا متبقيه من امبارح، بس لما تروح وتسخنها وتاكلها تحس ان طعمها مش زي ما انت كنت متوقعها. فانا احساسي وانا متوقعها كان في متعه اكتر بكتير من لما دقتها وجربتها. فملخص الكلام ده، احنا عاداتنا كلها مبنيه على ان في ريورد او مكافاه في نهايه اي سلوك بعمله، فانا بعمل الحاجه علشان انا مستني الريورد اللي في اخر الحاجه دي. ده فل قوي عشان نقدر ان احنا نسرفايف ونفضل على قيد الحياه. لو ده ما كانش موجود في السيستم بتاعنا ما كناش هنتحمل مشقه وعناء ان احنا نحارب نمور واسود مثلا علشان نوصل للاكل زي ما كان بيعمل الانسان البدائي، وكان زماننا انقرضنا من زمان خالص. المشكله بقى بتيجي لما بيكون عندنا ادمان على الدوبامين السريع السهل العالي قوي، اللي بيجي من ان احنا بنعمل سكرولينج على السوشيال ميديا، ان احنا بنعمل اونلاين شوبينج، ان احنا بناكل اكل كله سكريات، ان احنا ناخد مخدرات مثلا. فمع الوقت الدوبامين العالي والسريع ده بيخلي الريسبتورز او المستقبلات بتاعه الدوبامين في جسمنا يكون عندها تبلد او يحصل لها حاجه اسمها النومينج، فتبدا ان هي ما تحسش بكميه الدوبامين اللي داخله لها وعايزه جرعه اكتر، وهنا ساعتها الموضوع هيخرج عن السيطره ويبقى ادمان فعلا. هقول لكم دلوقتي على شويه اعراض، لو الاعراض دي عندكم انتوا لازم تعملوا دوبامين ديتوكس، وهقول لكم برضو بعد شويه ازاي نعمل الديتوكس ده خطوه بخطوه. اول حاجه هتلاقي نفسك بتفقد تركيزك بسرعه، وعندك تشتت دايما، عندك ملل شديد من الحاجات المفيده، ما عندكش طاقه حتى ان انت تقعد تقرا صفحتين على بعضهم، دايما عندك صعوبه في ان انت تبدا اي تاسك مهم، نومك بيكون ملخبط، بتصحى كتير وبتقلق كتير بالليل، ما بتنامش بالليل كويس، عندك تقلبات مزاجيه، شويه مودك كويس وشويه مودك ملخبط وبتتعصب، دايما عايز تحفيز عشان تعمل اي حاجه، والتحفيز ده ممكن يكون في صوره ان انت تسمع مزيكا، تتفرج على فيديوهات، تاكل حلويات وسكريات. طيب لو انا عندي الاعراض دي ازاي ارجع الدوبامين للمستويات الطبيعيه بتاعته واحل المشكله واعمل دوبامين ديتوكس؟ اول خطوه همنع محفزات الدوبامين السريع لمده يوم. يعني هوقف تيك توك، هوقف انستجرام، هوقف ان انا اتفرج على الفيديوهات القصيره، هوقف اونلاين شوبينج، هوقف اكل فيه سكر عالي وجنك فود. يوم واحد بس كفيل ان هو يهدي جهازك العصبي. الخطوه الثانيه هعتمد على المحفزات الطبيعيه للدوبامين في يوم الديتوكس، يعني هعمل انشطه بتفرز دوبامين بشكل مستقر بشكل طبيعي، زي ان انا مثلا اقرا، اتمشى، لو انا بحب اني مثلا ارسم او الون ممكن اقعد ارسم والون، لو انا بحب الطبيخ او ان انا اخبز حاجه في البيت تبقى ريحتها حلوه هعمل كده، لو انا بحب ان انا مثلا اعمل كروشيه هقعد اعمل كروشيه. المهم ان انا هعمل حاجه بتهدي جهازي العصبي بتديني دوبامين مستقر في اليوم بتاع ديتوكس. الخطوه رقم 3 هنظف البيئه بتاعتي، هبدا ان انا اوقف النوتيفيكيشنز اللي بتعملي تشتت كل شويه على الموبايل، هشيل الابس اللي انا بروح لها كل شويه من الهوم بيج بتاعه الموبايل، لان هي لما بتكون قدامك دايما لا اراديا انت بتروح لها. هشيل السكريات الكتيره اللي حواليا في البيت وهعتمد اكتر
اكتر في الايام ديت على ان انا اكل فاكهه واخد سكر طبيعي من الفاكهه اللي فيها الياف، فساعتها تاثيرها على سكر الدم بيكون متوازن. وهنضف البيئه اللي انا قاعد فيها، لان انا لو المكان اللي انا قاعد فيه مش مترتب انا كمان مخي هيكون مش مترتب وهيكون عندي تشتت ومش هكون مبسوط. خطوه رقم 4، هخلق لايف ستايل صحي اعيش فيه، بان انا اشوف هوايه تديني دوبامين مستقر واكون بعملها كل يوم. لو انا مثلا بحب القرايه يبقى انا هقرا كل يوم. حبيت فكره ان انا بلعب رياضه او بعمل يوجا يبقى انا كل يوم هعمل يوجا. حبيت مثلا فكره التطريز يبقى انا كل يوم هعمل تطريز. شوفوا حاجه انتوا بتحبوها وخلوها تبقى عاده عندكم موجوده كل يوم في الروتين بتاعكم، لان هي دي الحاجه اللي هتديكم دوبامين مستقر تخليكم تكملوا بيه اليوم. هعمل كل يوم 30 دقيقه رياضه، ممكن تكون مشي، ممكن تكون يوجا، ممكن تكون بيلاتس، ممكن ان انا اكون بروح الجيم. اي حاجه من الحاجات ديت هتكون مفيده جدا. الرياضه بتدينا دوبامين مستقر كويس جدا، لان انا بتعب علشان اخد الدوبامين ده، مش بيجيلي فجأة، مش بيجيلي بسرعة، ومش بيجي بريتس تكون عالية قوي. هاكل اكل مغذي لجسمي واهتم بصحتي بان انا اكتر الخضار والفاكهة في اكلي، احط كمية بروتين كويسة، احط برضو كربوهيدرات مناسبة علشان تديني الطاقة اللي جسمي محتاجها. هنام بدري، ودي نقطة مهمة جدا، لازم اهتم بكواليتي النوم بتاعتي. وقبل ما انام احاول بقدر الامكان ان انا ما اكونش بتعرض للبلو لايتس. لو انت مضطر ان انت تستخدم موبايل ومش قادر تستغنى عنه، في خاصيه في الموبايل ان انت بتخلي الاضاءه بتاعه الموبايل ما يكونش فيها اي بلو لايتس. هحاول بقى ان انا اقلل فكره ان انا بتفرج على فيديوهات قصيره، الريلز والشورتس. وفي حركه انا بعملها ساعدتني جدا ان انا اقلل ان انا اقعد على السوشيال ميديا، بان انا بجبر نفسي طالما انا هقعد على السوشيال ميديا يبقى انا هاخد الموبايل واقوم اتمشى في الشقه. هفتح تيك توك يبقى هقوم اتمشى في الشقه، هفتح انستجرام يبقى هقوم اتمشى في الشقه. فبقيت دلوقتي اول ما بفتح تيك توك على طول جسمي ما بيقدرش يقعد على بعضه، بقوم على طول اتمشى في الشقه. بعد ما تعمل يوم الديتوكس ده وتطبق اللايف ستايل ده كام يوم، هتلاقي نفسك اهدى، تركيزك بقى اعلى ومش بتتشتت بسرعه. الانكزايتي والقلق عندك هيقل جدا. فكرة ان انت تبقى عايز دايما محفزات سريعة للدوبامين هتقل جدا، وشراهتك على الاكل هتقل جدا جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.